السؤال بيقول بالنسبة للآية وعلم آدم الأسماء كلها، هل المقصود بها أسماء الله الحسنى ولا أسماء الأشياء؟ وهل اسم الله يشمل جميع الأسماء الأخرى؟ طيب بالنسبة للسؤال الأول وعلم آدم الأسماء كلها، دي فيها أقوال لأهل العلم. بعض أهل العلم قال المقصود بها أسماء الأشياء كلها، بعض أهل العلم قال أن المقصود أسماء الملائكة، بعض أهل العلم قال أن هذه أسماء النجوم. ولكن في المقصود هي الأمر على عمومه، على الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، أسماء كل الأشياء، وبناء عليه ساعتها الملائكة عرفت أن العلم قد يكون مكتسب وقد يكون بالعطاء، فالله عز وجل يؤتي العلم من يشاء، فشرفه الله عز وجل، شرف آدم الله عز وجل بالعلم. ده بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني وهل اسم الله يشمل جميع الأسماء الأخرى؟ نعم، هو يشمل جميع الأسماء الأخرى، بمعنى أن اسم الله عز وجل هو يدل على كل اسم، كل اسم ممكن يعرف بأنه الله. يعني ما أقولش مثلا الرحيم الذي هو المنتقم، ما ينفعش أقول، إنما أقول الله الرحيم والله المنتقم.